حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. وده بصوا ده فيديو تاني. فيديو كبير بدل الريلز اللي انا كنت منزلاه. قلت انزل فيديو طويل. وخليكم معايا في الفيديو ده. ويا ريت يا ريت يعني تعملوا لي اشتراك وتفعلوا لي الجرس. بالله عليكم بجد والله، لان ده بيفرق معايا كتير. اشتراكاتكم بتفرق معايا كتير والله، ومشاهداتكم بتفرق معايا كتير. ايه رأيكم دلوقتي؟ بصوا، احنا تيجي نحكي قصة كده حلوة احنا وانا وبعمل الاكل، لان انا كده كده شارحة الطريقة في الفيديو الريلز الصغير. تمام، حابة ان انا احكي معاكم قصة كده ايه من واقع الحياة. تمام. دي قصة واحدة انا يعني قصة انا سمعتها، فحابة ان أنا اعرضها عليكم يعني. فعايزين نشوف ايه. نشوف آراءكم يعني، واشوف رأيكم ايه. هل رأيكم زيي ولا ايه؟ هي بصوا قصة واحدة يا بنات. بتحكي بتقول ان هي كانت يعني ان هي بتحب مرات اخوها يعني، وان هي بتعتبرها ان هي اختها. فاهمني؟ وان هي كويسة معاها وبتودها وبتحبها. وكمان ان هي بما ان هي عمة العيال يعني، عيال اخوها متعلقة بيهم قوي. وكمان ان هي ما يعني متعلقه بيهم، ان هي ما ربنا ما كرمهاش واتجوزت وكده. فهي حست ان ربنا عوضها بعيال اخوها. تمام. فعايزه اقول لكم ان هي متعلقه بيهم تعلق يعني مرضي، اللي هو ما بتعرفش تستغنى عنهم. وطول الوقت هي اللي بتبقى شايفه إيه اللي يلبسوه مثلا، ايه اللي ينفع معاهم. فالحكايه دي ضايقت مين؟ ضايقت الام، رغم ان هي صاحبتها قوي. هي قبل ما تكون مرات اخوها يا بنات، هي كانت صاحبتها اصلا، وكانوا صحاب انتيم. فسبحان الله، فطلعوا اغلب الاتنين لما بيبقوا صحاب، وتبقى واحده فيهم واخده اخو التانية، بيتغيروا. سبحان الله، بتتقلب الصحوبيه دي بتتقلب يعني. بعد ما كانت صحوبيه وترابط وحب وكده، ما تعرف يعني. انا كذا حكايه انا سامعاها والله العظيم كده، بيبقوا صحاب قوي وبيدخل ما بينهم النسب. فاهمين؟ لما بيناسبوا بعض وكده، فسبحان الله الموضوع يعني بيتغير بتاتا وقتها. مش عايزه اطول عليكم. فهي بتقول بقى ايه، هي صعبان عليها نفسها قوي، حزت في نفسها قوي، ان هي شايفه مرات اخوها اللي هي كانت انتمتها وصاحبتها وكويسه معاها، ان هي اتغيرت عليها. تمام. هي مش اتغيرت عليها، انا من وجهه نظري شايفه ان هي حابه ان يكون لها خصوصيه، فده من حقها. تمام. هي شايفه ان هي متطفله عليها زياده عن اللزوم. فحابه ان انا برضو، ان أنا مش عارفه هل رايكم هيبقى زيي ولا ايه. فهي بتقول ان هي كانت يعني بتتصل بيها، بتقول لها ان هي رايحه لها وكده عشان تشوف الاولاد وكده. فراحت قايله لها ايه بقى مرات اخوها بذوق بقى وبشياكه، قالت لها يا ريت لو انت هتيجي. طبعا في رساله كده على الواتس يعني، يا ريت لو انت هتيجي، يا ريت نمنع البوس وكده، مش تبوس العيال، ما تبوسيهمش من هنا ومن هنا ومش عارفه ايه، عشان المناعه وكده. ما ينفعش. طب ايه الجديد؟ ما انا طول عمري ان انا عيال اخويا مقربه منهم. هنا كانت هتحصل كارثه. يلا الحمد لله. بصوا، انا كل ما بشوف الحته دي والله العظيم بتعب. الحمد لله ربنا عداها على خير والله العظيم. والمشكله ان انا كنت قاعده لوحدي في الشقه يعني، الحمد لله يا رب ان ما حصلش كارثه من موضوع البوتاجاز اللي حصل ده. ما علينا، خلينا نكمل. بصوا بقى يا بنات، فهي بتقول يعني ازاي تقول لها كده يعني. هي قالت لها بالذوق، كانها بتقول لها ما تجيش. فاهميني القصه جايه ازاي؟ بتقول لها انا جايه اشوف العيال. قالت لها ايه بقى؟ طيب تمام، لو انت هتيجي تمام حلو قوي، بس لما تيجي ما يعني يا ريت يعني نخف البوس شويه، مش تبص العيال من هنا ومن هنا وكده، عشان خاطر المناعه ومناعتهم ضعيفه، ومش مناعتهم ضعيفه. طب ايه الغريب في الموضوع؟ ما انا طول عمري باجي وببوسهم وكده. لا، هي حبت تخف الموضوع، بس جابتها في كده يعني. هي حبت تختصرها، بس جابتها في كده. فهي يعني اختنا اللي هي صاحبة القصة، صاحبة الحكاية دي، زعلانة قوي وصعبان عليها نفسها وبتقول يعني ان ما كانش العشم، وما كانش إن هي تعمل معاها كده فهي بصوا زي ما تقولوا زعلت قوي.
فهل انتوا من وجهة نظركم هل فعلا هي من حقها تزعل، ولا هي اصلا من البدايه كانت غلط في ان هي اتعشمت زياده وتطفلت زياده؟ انا من وجهه نظري ان هي تطفلت زياده. إيه ماشي، هم عيال اخوكي وكل حاجه وانت بتحبيهم، فمش لازم ان انا اتدخل في كل تفصيله ايا كانت حتى لو صغيره، مش هينفع. فاهمني؟ إيه يعني في ناس كتير على فكره ما بتحبش كده، في ناس كتير بيبقى ليها حياتها الخاصه اللي ما ينفعش حد يقتحمها، اللي ما ينفعش حد ان هو يتطفل على حياتي. انا حابه ان حياتي تبقى مقفوله عليا وعلى عيالي. وبصراحه في الزمن اللي احنا فيه ده، والله العظيم يعني انا من وجهه نظري في الزمن اللي احنا فيه ده ان اي حد يبقى قافل على بابه فهو مريح نفسه. انا عن نفسي مريحه نفسي. انا ما بقتش بختلط بحد، وما بقتش حابه ان انا اختلط اصلا بحد، لان كتر الاختلاط ايا كان بقى قريب او بعيد بيجيب وجع الراس. وفعلا المثل اللي قال ايه، قلل ناسك يرتاح راسك. ف... فلما الواحد يقلل بقى من قلنا وقالوا وعدنا وكده. لا انا عن نفسي بصراحة انا الاختصار حلو، والاختصار عبادة، وابقى مع نفسي ولا حد يزعلني في كلمة ولا حد يضايقني، لاني انا من النوع الحساس قوي. انا من النوع اللي اي كلمة بتأثر فيا، انا اي كلمة بتقلب يومي، اي كلمة بتقلب مودي، بتقلب يعني ممكن حاجة صغيرة تشقلب حياتي. ابقى بقى بودي واجيب مع نفسي، طب ليه اتقالت لي الكلمه دي في الوقت ده، طب ليه حصل معايا كده، طب ليه جرى كده. فانا شايفه ان الاختصار حلو، وشايفه ان انا ابقى قافله على نفسي وعلى عيالي، قافله بابي على نفسي، فدي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. فانا عايزه اعرف رايكم ايه في القصه دي. يا ريت تكونوا استمتعتوا بالقصه دي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، انتظروني.